فمشروعنا انتصر بعد. في لقاء بالإطارات الصحية قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي إنه تم تحريف معنى كلمة طاغوت التي استعملها في أحد خطاباته، نافيا أن يكون المعنى ذاته الذي يتبناه الإرهابيون. أنا نعود نقول اللي الخطاب السياسي الآن يلزم يترشد، وانا هذه كلمه الطاغوت راهو ما هيش كلمه نتاع فقط الارهابيين وكذا، كلمه عربيه صميمه، وانا نقول اللي هي جمع الطاغيه، ونقول اللي احنا كنا، وانا اول واحد من الناس تعرض الى الطغيان. رئيس الجمهورية استغرب اتهام منافسه المنذر الزنيدي له بأنه المتسبب في التهديدات باغتياله. أنا سمعت واحد مترشح قال أنا اللي مهدد وكذا. يلزمكم تعرفوا يا توانسة اللي أنا كرئيس جمهورية أعطيت تعليمات لكل كل المترشحين، الكلهم محميين بالأمن الرئاسي، الكلهم على بكرة أبيهم، وثم ناس محميين بالأمن الرئاسي منذ أكثر من سنة، وهذا بتعليمات مني أنا، حيث ما يزايد علينا حتى حد. المرزوقي أكد أن حظوظه في الفوز كبيرة، داعيا إلى المنافسة الشريفة بين كل المترشحين. المهم هو أن المعركة تكون معركة شريفة نزيهة، أفكار ضد أفكار، قيم ضد قيم، مشاريع ضد مشاريع، وما تكونش سب وشتم وقدح في الناس. مع اقتراب التونسيين من يوم الاقتراع لاختيار رئيس جديد للجمهورية، تزداد المنافسة بين المترشحين احتداما وسط دعوات متكررة لاحترام مبادئ اللعبة الانتخابية التي حددتها النصوص القانونية. عماد بن فرج، قناة المتوسط، تونس.